اهلا بك يا صديقي مع من وحي كتاب. النهارده هنقدم لك كتاب ممتلئ بالفراغ للدكتور عماد رشاد عثمان، تأملات حول التعافي من الادمانات والسلوكيات القهرية. اهم حاجة بالنسبة لي في الكتاب هي عنوانه، لانه لخص الكتاب بالكامل. يعني ايه ممتلئ بالفراغ؟ المدمن مش مشكلته المادة الادمانية زي ما احنا فاكرين. المدمن مشكلته الحقيقية والعميقة في الفراغ الداخلي العميق اللي جواه، في شعوره بالانفصال الدائم. مشكلته في الذات المزيفة ومشاعرها وأفكارها، زي مشاعر عدم الاستحقاق والشفقة على الذات والخوف والقلق والانفصال والوحدة. دي المشكلة الحقيقية. الإدمان كان الحل عشان يملى الفراغ ده، أو على الأقل يخدره، لأنه مش مستحمل يحس بكل الألم ده. لكن الإدمان كان حل معطوب، حل بايظ، زود المشكلة. عشان كده التعافي الحقيقي زي ما بيقول الكاتب هو مش مجرد امتناع عن المادة اللي بيتعاطاها المدمن أو السلوك القهري اللي بيعمله، لكن التعافي الحقيقي هو تحرر المدمن من المشاعر والأفكار اللي بتغذي إدمانه، ومحاولة لإعادة الاتصال مع الخالق ومع نفسه ومع الآخرين بشكل طبيعي وبشكل صحي. عشان كده في مصطلح في زمالة الكحولين اسمه دراي درانك، أو السمل الجاف. يعني شخص متوقف أي نعم عن المادة الإدمانية، لكن بدون تغيير حقيقي للشخصية من جوه. ممكن نقسم الإدمانات لنوعين، سلوكية وكيميائية، ويمكن يكون النوع المعروف والشائع هو الإدمان الكيميائي الصريح، زي إدمان الكحول والمخدرات والمهدئات. لكن في الحقيقة في حاجة كمان اسمها الإدمان السلوكي. الأمر مش متعلق فيه بمادة معينة، لكن بسلوك معين بيتم تكراره بشكل قهري، وبيحمل كل سمات الإدمان من حيث فقدان السيطرة على السلوك ده واستحواذ السلوك على حياة المدمن مع الوقت بشكل متفاقم، زي إدمان العمل والعلاقات والشوبينج والقمار. لكن سواء الإدمان كان كيميائي أو سلوكي، فأصحاب الإدمانين بينهم سمات مشتركة وخصائص مشتركة. الإدمان هو الإدمان حتى لو اختلف نوعه أو شكل الضربات. إيه هي خصائص الإدمان، أو إزاي نقول إن الشخص ده مدمن؟ أول حاجة هي الاستحواذ. يعني السلوك الإدماني هيبدأ يستحوذ على حياة المدمن. الإدمان مرض ما بيقفش عند مرحلة معينة، مرض بيكبر طول الوقت. تقدم الإدمان دايما بيكون بلا هوادة. تاني حاجة هي اللهفة أو الهوس العقلي، وده بيحصل لما المدمن بس بيحاول يتوقف عن المادة الإدمانية أو السلوك الإدماني، وبعد كام يوم أو أي مدة كانت بيلاقي فيه قرد جوه دماغه بيتنطط بيحاول يقنعه إن يرجع يمارس السلوك الإدماني من جديد. ومهما كانت العواقب ومهما كانت الخسائر، بنلاقي فعلا المدمن الحقيقي بيصدق الصوت ده وبيمشي وراه وبيمارس إدمانه من جديد. المدمن الحقيقي هو الشخص اللي مقاومته معدومة قصاد الهاجس العقلي ده. تالت حاجة اسمها الحساسية النفسية. دي حاجة مسؤولة جوه دماغ الإنسان عن عدم سيطرته على الكمية. يعني بمجرد ما يتعاطى كاس واحدة بس من المادة الإدمانية، سواء كانت كاس كحول بالنسبة للكحولي، أو سيجارة واحدة لمدمن المخدرات، أو نظرة شهوة واحدة بالنسبة لمدمن الجنس، بمجرد ما المدمن بياخد كاس واحد بس، في حساسية جوه جسمه بتنشط بتخليه يفقد سيطرته على الكمية أو معدلات ممارسة السلوك الإدماني ده. يعني دلوقتي في سلاح ذو حدين جوه دماغ المدمن، ببساطة بيخليه مهزوم، ونهايته الحتمية هي الموت. الحد الأول من السلاح هو الهوس العقلي، اللي بيخليه بمجرد ما بيتوقف أيام أو أسابيع بيرجع قرد يتنطط جوه دماغه ويلح عليه عشان يمارس سلوكه الإدماني من جديد. الحد التاني من السلاح هو الحساسية، وبمجرد ما بيتناول كاس واحدة بس، الحساسية بتتولى الباقي، اللي بتخليه يفقد سيطرته تماما على شربه. رابع حاجة هي الإنكار. والإنكار ليه صور كتير، منهم التهوين والتقليد. الدكتور عماد جايب مشاركات شخصية المدمنين والتبريرات اللي بيقولوها كدليل على الإنكار. حد بيقول مفيش حاجة أصلا اسمها إدمان طعام، ولو موجود فأنا ما ينطبقش عليا الموضوع، أنا بس بتدلع ومش بستمر في الدايت كويس. مدمن جنس بيقول كنت بشوف الإباحيات وأقول لنفسي أصل زوجتي مشغولة عني، أو أنا احتياجاتي أكبر من طاقتها. الغريب إني قبل ما أتجوز كنت بقول مبرر تاني عكسه تماما، وهو إني بشوف إباحيات عشان أنا شاب ولسه متجوزتش. المهم ان دايما عقلي بيعرف يلاقي مبرر. ممكن تلاقي مدمن تاني بيستخدم التعميم في الانكار، زي كل الناس بتتفرج على فكرة، ما فيش حد مش بيتفرج على اباحيات، او الوعود.
والتسويف، زي انا بس لما اخلص امتحانات او اخلص جيش او الاقي شغل مناسب او الاقي علاقة مناسبة او الاقي مكان مناسب او وعد المرة الاخيرة. ودي اكبر خدعة بيستخدمها دماغ المدمن ضده، اللي بتقول له يلا هنضرب المرة دي بس. الغريب انه بيصدقها وكل مرة بتبقى اخر مرة. الاغرب انه في التعافي في مبدأ مهم، هو التأجيل اليومي او بطل النهاردة بس. المبدأ ده بيكون صعب جدا في التعافي، مش بسهولة المدمن بينفذه، لكن بمجرد ما الصوت المرض يجي يقول له اضرب المرة دي بس بيصدقه وبيمشي وراه. وده احد مظاهر جنون المرض. بعد كل اللي احنا قلناه نقدر نقول باختصار حاجتين واضحين: ان المدمن هو شخص عاجز تماما عن البقاء ممتنعا مهما توقف، هو غير قادر على الاستمرار في التوقف، لانه مشكلته هي انعدام القوة البشرية وانعدام ارادته امام المادة الادمانية. عشان كده اول خطوة في التعافي هي كسر الانكار والاعتراف انك عاجز تماما وليس لك اي ارادة امام السلوك الادماني او المادة الادمانية. بيقول الكاتب ان الهزيمة الكاملة والاعتراف بالعجز هو سر الانتصار، لان ده هيفتح مجال للمدمن انه يستقبل قوة من الله حتى يستطيع ان يتعافى. لكن مفيش حد بيتعافى لوحده، لازم يكون في مجموعة علاجية بتتعافى معاهم. النهاردة في زمالات وفي سيرابي وفي مجموعات دعم، ودورك ومسؤوليتك انك تبحث عن مجموعة مساندة، لانه زي ما قلنا مفيش حد بيتعافى لوحده. التعافي بيكون يوم واحد بس كل مرة. الكاتب بيقتبس جملة من أحد الزمالات مهمة جدا تقول: بدون الله لن أستطيع، وبدوني لن يفعل الله لي شيئا. يعني الله هيعمل لك كل اللي انت ما تقدرش تعمله، لكن انت لازم تعمل كل اللي انت تقدر تعمله. بشجعك تقرا الكتاب، ولو حابب تعرف اكتر زور قناة الدكتور عماد على اليوتيوب، او شوف الفيديو بتاعنا حارب حربك لتوني جورج بيتكلم عن 10 ادوات للتعافي. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو وتسيب لنا كومنت ايه اكتر حاجة فرقت معاك. اشوفك على خير في فيديو جديد.